في نقطة بس بدكم تصيروا شقة أو عقار ما حدا بيقول لكم عنها، 90% ما حدا بينتبه لها. ممكن تفوتكم بقصة طويلة عريضة ما تقدروا تسجلوا. انتبهوا لشغلة لما بدكم تشتروا شيء. هلا صعبة هي تبين عادة، عرفت علي؟ بس في يعني بس تسألوا خبير بالقصص بيقدر بالتقصي حولها ببين. شو بيصير أمرار في ناس بيكونوا بيسجلوا عقارهم. بتكون في حالة وفاة ضمن السنتين، معمول ضمن السنتين هذا تنعمل له انتقال. اوكي بس ما بيكونوا موفينه للمتوفي، لصاحب الملك الاساسي. شو بس بيسجلوه بيخلص بياخذوا السند. لما بدكم تبيعوا، يبيعوه مثلا وبده يشتري، باغلب الاحيان بتبين انه العملية تمت ضمن سنتين الوفاة، بيكونوا وفوه بعدين. هون شو بيصير؟ هون بده يصير يترتب عليكم تعملوا انتقال. يعني اذا دفعتوا مصاري حق الشقه او كل شيء تكونوا اكلتوا الضرب، خاصه اذا ما كانوا متعاونين معكم اللي باعوكم. اوكي، هي والانتقال مش سهل، يعني معامله اطول معامله بالدوله. حصل ارث وانتقال شغله طويله عريضه. فهذه النقطه حبيت الفت لكم نظرها، انتبهوا. وبتحدى اذا حدا حكيكم عنها.